السلام عليكم، عواشركم مبروكة، كنتمنى تكونوا بألف خير. في إطار تحضيرات العيد الفطر المبارك اليوم وجدت معكم حلوة بعجينة واحدة وأشكال 4 أشكال مختلفة. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش نشوفوا الطريقة والمقادير. أول شي درنا كاس ونص ديال السكر سنيدة، ربعة ديال الزبدة وخلطتهم مزيان حتى نتجانسوا مع بعض. من بعد ضفت 250 ملي ديال الزيت النباتي، ربعة ديال الزيت النباتي، خلطتهم مزيان حتى حصلت على كريمة. من بعد ضفت 3 البيضات بحرارة المطبخ، وعاوتاني خلطتهم واحد 5 ديال 10 دقائق، كتخلط مزيان 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 حتى كيتجانس الخليط. بعد ضفت معلقة ديال النشا، معلقة ديال الفاني عفوا، وجوج معالق ديال النشا، رشيشة ديال الملح، وخمارة من فئة 8 غرام، والطحين الدقيق. بعد كنضيف الدقيق بالتدريج حتى كنحصل على عجينة لينة. قسمت العجينة ديالي على 3 الأقسام، جوج متساويين صغار وواحد حجمه أكبر. القسم الأول ضفت ليه 3 معالق ديال أوريو مهرمش، أوريو مطحون. إلا ما كانش أوريو ممكن نضيفو الكاكاو، 2 معالق ديال الكاكاو في بلاصتو. كنخلط ولكن ماشي بزاف زعما، كيتجمع شويه وصافي كنحطو في بلاصتو باش ما ينشفش ليا. الجزء الثاني ضفت ليه 3 معالق ديال البسكوي مطحون. العجينة إلا قصحت ممكن ناخدو بيضة ونطربوها ونضيفوها حتى نحصلو على العجينة القوام المناسب للعجينة. الجزء الثالث ضفت ليه 2 المعالق صغار ديال اللوتس. نخلط مزيان بلا ما ندلك، المهم ما ندلكوش العجينة، غير يتخلط لنا هذاك اللوتس مع العجينة مزيان. كنعطوه بلاستيك ونحطوه على جنب باش ما ينشفش لينا كيما قلت. بديت بالقسم الأول اللي فيه الأوريو. خديت كل قطعة فيها تقريبا 15 غرام، بدورتها ودرتها على واحد الشكل بحال معين، وكنحفر شويه من الداخل باش ما يتنفخش لينا وتجي من الفوق، باش تبقى لنا هكا كتله. صافي كملت العجينه ديالي وحطيتها في الفران على درجه 150 من الفوق ومن التحت. الجزء الثاني اللي فيه اللوتس هذاك درته على شكل غريبه، فيها تقريبا كل قطعه فيها 16 غرام، ودرت من الداخل قطعه ديال الشوكولات صغيره. صافي كنستمر حتى كنكمل العجينه ديالي كامله، وكنحطها في الفران طيب على درجه 150 من الفوق ومن التحت. الجزء الثالث والاخير كنقسمو على جوج، هذا هو اللي درت فيه العجينه البسكوي. كنقسمو على جوج قطع باش نديرو صابلي، واحد صابلي على شكل مثلثات وصابلي على شكل دائري. خذوا اي طابع مثلث ولا اي طابع، الشكل ماشي مهم. نقطعوا العجينه ومن بعد نحطوها في الفرن دائما على درجه 150 من الفوق ومن التحت العافيه. الجزء الرابع والأخير على شكل دائرة درتو. بالنسبة للمثلثات باش ندير صابلي ديال الشكلاط، خديت هذه اللي كتدخل الثلاجة، عمرته بالشوكولات المذاب وحطيته في الثلاجة حتى برد مزيان، عاد خرجته من القوالب. صفيت الحلوة ديالي كلها واجدة. هذه ديال الصابلي اللي درت ديال البسكوي، هذيك الغريبة، وهذوك مثلثات الصابلي ديال البسكوي، وهذيك الأخيرة ديال أوري. صافي كنبداو بالتزيين ديالهم. بديت بالغريبة ديالي اللي محشية بالشوكولات من الداخل، درت ليها شوكولات حتى من برا، هو بالشوكولات وحطيته فيها وصافي خديته على جنب حتى يبرد مزيان. صافي خلصت. ساليت الكمية ديالي وخليتها كيما قلت لك على جنب حتى تبرد، عاد نحيدوها من هذيك السلة.
طابلين لشكل دائري. دهنته بالكونفيتور مع شوية ديال واحد المعلقة صغيرة ديال الماء الزهر، وحطيت عليها اللوز شرائح، حمرته في الفران، خدت حرقه ليا شي وحدين شوية، تحمروا أكثر من اللازم، وزينت بيهم صافي. تكملت الكمية ديالي كلها. شكل ديال صابلي المثلثات، هذاك الشوكولات صافي برد من الثلاجة وحيدتو من القوالب ديالهم، دهنت صابلي بشوية الشكلاط، ومن بعد لصقت عليه هذوك المثلثات ديال الشوكولات. الشكل الأخير ديالي اللي هو ديال أوريو، دهنته بشوكولات أبيض، ذوبت الشوكولات الأبيض دهنته وزينته من الفوق بشوية ديال الأوريو مهرمش، ماشي طحنته بزاف غير هرمشته هكا، وزينت به وخليته على جنب حتى يبرد مزيان. استهديت الكمية ديالي كلها صراحة، كلهم كيجوا بنان، وكيجوا كل وحدة المذاق ديالها مختلف كأنهم ماشي من عجينة واحدة. شكرا على المتابعة، ونشوفكم في فيديو قريب إن شاء الله. مع السلامة.